السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض طريقه تخليل السردين بطريقه سهله جدا. في خلال ال5 ايام هيطلع معانا احلى سردين. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا السردين. اول حاجه نبتدي ان احنا نعملها ان احنا نغسل السردين كويس جدا بالميه. نغسل من عند الخياشيم بالشكل ده. اهم حاجه واحنا بنغسلها بنمسك راس السمكه كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بنشقلب السمكه ونبتدي ان احنا نشطفها كويس جدا، وبنغسل الخياشيم كويس جدا من الدم بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ونخلي بالنا ان احنا ما نوصلش الميه لبطن السمكه عشان خاطر ما يبوظش معانا. وبعد ما غسلنا السمك كويس جدا بالشكل ده ببتدي ان انا اجيب صفايه واجيب طبق بلاستيك بالشكل ده، وابتدي ان انا اصفي السردين من الميه الزياده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وكمان ينزل السوائل والدم الزياده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبنسيبها حوالي بالشكل ده حوالي ساعتين. بنخلص اي حاجه ورانا ونبتدي ان احنا نرجع لها تاني. واهم خطوه لازم ننشف السمك كويس جدا من الميه عشان خاطر السمك ما يبوظش معانا. بنخلص الكميه كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بنبتدي ان احنا نجهز لشم النسيم ان احنا نعمل السردين بطريقه سهله جدا، وفي خلال 5 ايام يطلع معانا احلى سردين وطعمه جميل جدا. جربوا الطريقه دي، من اسهل واسرع طريقه تخليل السردين هي الطريقه ديت. بدل ما نشتري السردين بالغالي من بره نقدر نعمله في البيت، وبنكون ضامنين الجوده بتاعتها وطريقتها في البيت تكون اسهل واحسن من ان احنا بنشتري من بره. دي كده كميه السوائل اللي طلعت معايا بعد ما السمك اتصفى معايا. وبعد ما خلصت تنشيف للسمك بالشكل ده اكون مجهزه معايا طبق انزل عليه بالملح الخشن، وابتدي انزل عليه بحوالي معلقتين كبار من الشطه واقلبهم كويس جدا. واكون مجهزه معايا علبه تلاجة، واكون مجهزه معايا حوالي كيس شفاف بالشكل ده. وابتدي ان انا اخد سمكه السردين وابتدي ان انا افتح الخياشيم بتاعتها، وابتدي ان انا املى الخياشيم بالملح الخشن بالشكل ده. واول حاجه نبتدي ان احنا نعملها ناخد رشه من الملح بالشطه بالشكل ده نفردها عندنا في الارضيه بتاعه الكيس. وابتدي ان انا اخد السمكه وابتدي ان انا املى الخياشيم بتاعتها بين الملح والشطه بالشكل ده، وابتدي ان انا انزل بيها على الملح اللي احنا رشينه على الارضيه. وما بين كل طبقه والتانيه ببتدي ان انا ارش رشه الملح بالشطه. وكده خلاص خلصنا كميه السمك كله بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ببتدي ان انا اخد ربع كوبايه زيت وابتدي ان انا انزل بيها على وش السمك بالشكل ده، وابتدي ان انا اربط الشنطه. انا هنا حاولت ان انا احطها في شنطتين واربط الشنط كويس جدا. واهم حاجه ان احنا نفرغ الهواء اللي موجود في الاكياس عشان هو ده اللي بيبوظ معانا السمك. وابتدي ان انا اربطها كويس جدا واقفل عليها علبه التلاجة واسيبها ان هي تستوي معانا. يقعد معانا 5 ايام ونبتدي ان احنا نفتح عليه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وده كده شكل السردين بعد ما عدى عليه 5 ايام. نبتدي ان احنا نفتح عليه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله السردين طالع معانا جميل ازاي. بجد جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. سهله وبسيطه وكمان احسن من اللي احنا بنجيبه من بره. بنكون ضامنين النظافه والجوده بتاعتها. شايفين ما شاء الله اللحمه بتاعتها طالع معانا جميل ازاي. السردين طالع معانا زبده وطعمه جميل جدا مش حادق. وغير كمان ان اللحمه بتاعتها لحمه طريه زبده كده معانا. بجد جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. وابتدي ان انا افتح معاكم سمكة تانية. شايفين ما شاء الله لونها جميل ازاي. شايفين لحمها طري جميل ازاي. جربوا السردين بالطريقة دي هتعجبكم جدا. وده كده شكل النهائي للسردين بتاعنا. بعد ما السردين بيستوي معانا نبتدي ان احنا نفضي السردين من الملح ونبتدي ان احنا نحفظه معانا في الفريزر يطلع معانا جميل جدا. شايفين ما شاء الله السردين جميل ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.